مسلسل الحشاشين مكون من 30 حلقة، وهو دراما تاريخية وسيرة ذاتية عن شخصية حسن الصباح، وهو مؤسس طائفة الحشاشين، وازاي كانوا أرعب جيش في الوقت ده. طبعا المسلسل كان منتظر جدا بالنسبة لي من وقت ما عرفت انه هيتعمل، لان القصة مثيرة للاهتمام، والبطولة لكريم عبد العزيز، والاخراج بيتر ميمي، والسيناريو للمؤلف المتميز عبد الرحيم كمال. يعني كلها مقومات تطلع مسلسل ملحمي. طيب هل كان على قد التوقعات؟ النص الاول كان بيعاني من مشاكل في الكتابة، زي ان طريقة السرد مش افضل حاجة تحكي بيها القصة دي، وكان في تشتيت، زي ان المعلومات بتتقدم بسرعة، والاثارة او عامل الجذب مطفي تماما. يعني بشكل عام الاحوال ما كانتش متماسكة، وده كان محبط جدا. اما النص التاني بكل تأكيد تفوق وبيشد على اللي فات. معظم المشاكل بتتعالج، تتابع الاحداث بقى سريع ومشوق اكتر، تصميم الشخصيات مع التضحيات الجريئة والموفقة في اغلبها، ومع الرمزيات والفلسفة، واللي مش لازم تكون افضل حاجة بس كويسة. بس انا مشكلتي ان الحوار ضعيف، وما فيهوش قدر كافي من الاسقاطات والمنظور الديني والسياسي، واللي كان كلهم مفتقدين تماما. بس عجبني جدا اخر حلقتين، وخصوصا مع استعراض الصراع النفسي لشخصية حسن الصباح، رائع جدا. السيناريو كان ممكن يكون افضل بالتأكيد، بس انا مقدر المجهود من عبد الرحيم كمال، بس هو عنده احسن من كده بمراحل. بس في الاخر هو شيء كويس ويحترم. ولكن روائع المسلسل الحقيقية كانت في العناصر اللي انا هبدأ اذكرها من دلوقتي. الاداء التمثيلي رائع من كريم عبد العزيز، وهو افضل اختيار للدور، وقدم اداء عظيم ومتميز. وجانب الشر هو قدر يعمله باتقان شديد. احمد عيد رغم انه ما كانش بيظهر كتير بس اداؤه رائع، واخر مشهد ليه في المسلسل كان ممتاز ورائع جدا. وباقي الاداءات كانت مفاجأة، زي احمد عبد الوهاب، واللي هو في الاصل مؤلف بس قدم تمثيل استثنائي وعظيم. سامي الشيخ جيد جدا، ميرنا نور الدين جيدة وتحديدا في النصف الثاني. محمد يوسف جيد جدا ودمه خفيف قوي. وفي بعض الاداءات المتميزة برضو زي نضال الشافعي وعمر الشناوي. لكن للاسف في ميس كاست كتير في المسلسل، زي اسلام جمال واللي ما كانش كويس خالص، وفتحي عبد الوهاب ونيكولا معوض في دور عمر الخيام ما كانش افضل اختيار، والخط بتاعه ملهوش لازمة الا في الاواخر. اما اخراج بيتر ميمي فحقيقي ده افضل مسلسل درامي عمله في مسيرته، والاهتمام الرائع بالصورة والكادرات والسينماتوجرافي الممتازة والالوان، وطبعا البرودكشن ديزاين وتصميم الازياء والمكياج والمؤثرات البصرية ودمجها مع المؤثرات العملية شيء رائع. وطبعا لازم اذكر المعركتين اللي كانوا موجودين، الاولى في الحلقة 11، ودي في رأيي افضل حلقة رمضانية شفتها، وكانت متكاملة من حيث كل العناصر. والمعركة التانية في الحلقة 23، ممكن ما تكونش بنفس المستوى بس ليها تأثير درامي بياخدنا لحدث مهم. واخيرا الموسيقى التصويرية لأمين أبو حفة أكتر من رائعة، وتوظيفها ممتاز جدا. في المجمل المسلسل من أفضل مسلسلات رمضان، ونقلة في الدراما، بس كان ممكن يكون أفضل. وأنا سقف توقعاتي كان أعلى الصراحة، بس لعل القادم أفضل. بس أنا استمتعت جدا بالمسلسل ده. تقييمي النهائي 7.5 من 10.